السلام عليكم واهلا وسهلا بكم مره اخرى في قناه وصفات نسيم البحر. اليوم غادي نتقاسم معكم واحد السلطه اللي هي سلطه كامله مكموله، سلطه بمعنى الكلمه، سلطه كتحتوي على جميع ما كيحتاج له الجسم من بروتينات والياف وفيتامينات. سلطه كتجي رائعه ومشبعه. بقاو معايا لاخر الفيديو وتشوفوا طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير اخواتي، هنا عندي الكبار، راه غتلقاو عند صحاب الزيتون او لا تلقاو في المحلات الكبرى معلب. عندي هنايا ابلي الزرع كامل مفزق مسلوق ومصفي عفوا، وعندي فليفلات مشكلين مشويين ومقشرين، عندي المايس وعندي المطيشه والبصله، وعندي رشيم الصوجه ومليحه وبزار والزيت العود من طبيعه الحال، وعندي هنايا الفكوس. ما عندكمش الفكوس ممكن تبدلوه بالخيار، وعندي كذلك الحمص اللي هو كنستعملوه بزاف في الحريره، حتى هو عنده دور مهم في هذه السلطه هذه، وهو العنصر الرئيسي ديال هذه السلطه هذه. سلقته هنا بشويه ديال الملحه والماء طيب، درتو في كوكوط، ما كثرتش عليه الماء وخليته واحد ربع ساعه حتى تسلق مزيان ولا كيتفسخ بالزربه. انا ما فسختوش لان كنخليه بالقشره ديالو حتى هي راه فيها عده منافع. هنا غادي نقطع الفكوس ديالي طريفات صغارين. هاد الفكوس هذا راه كيجي لذيذ بزاف وكيعطي واحد القرمشه في السلطه. غادي نجيب هاد لوبول فين غنخلط هاد العناصر كاملين. هاد السلطه اخواتي راه ممكن هاد السلطه راه صحيه جدا، وحتى بالنسبه للناس اللي كيستعملوا اللي عندهم حميه، هاد السلطه هذه غتغنيهم على جميع العناصر الاخرين. هاد السلطه فيها جميع ما كيحتاج الجسم ديالهم. هنا غادي نبداو نخلطوا العناصر كامله. هنا غادي نضيفوا الفكوس اللي قطعناه، ثم غادي نقطعوا هاد الفليفله هذه طريفات صغار.
بعد ما ضفت الفليفلات اخواتي غادي نضيف هنايا الكبار. كيف ما كتعرفوا الكبار حتى هو مضاد للاكسده وغني بالفيتامينات والالياف. ثم غادي نضيف ديك المطيشه مقطعه طريفات صغار. هي نورمالمون خصها تكون المطيشه سوريز، انا ما عنديش، حتى هي كتجي لذيذه. ضفت كذلك الرشيم ديال الصوجه. بالنسبه للماريناد غندير شويه ديال الزيت البلديه ونص عصير نص حامضه وشويه ديال الخل الابيض. كذلك غادي نزيد شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. كيبقى هاد العناصر هذه اللي درت في لا ماريناد كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. غنخلط العناصر كامله وغادي نغلفها بالسلوفان وغادي نديرهم في الثلاجه حتى نبغي نقدمها. هنايا بعد ما بردات السلطه ديالي كندريسيها في هذا التبصيل ديال التقديم. وغادي ندير ليها البيض مسلوق في الجناب وهاد الوريضه هذه بالقشره ديال المطيشات. شوفوا كيفاش كتجي رائعه. الناس اللي كياكلوها هكا بلا عطريه ممكن يتناولوها بلا عطريه، يديروا لها غير خويه الزيت البلديه حتى هي كتجي لذيذه. والان اخواتي بسلام عليكم، تهلاو في راسكم.